شايفين الفطير وحلاوته؟ بسم الله ما شاء الله. بس الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى مع بعض شويه فطير مشلتت بطريقه سهله وبسيطه. ولو انت مبتدئه في الفطير وبتعمليه ومش بينفخ معاكي في الفرن وبيطلع مكتوم وما بيورقش معاكي، جربي الطريقه بتاعتي دي وان شاء الله هتطلعي منها احلى فطير. انا هعجن كيلو ونص دقيق، اللي معايا ده كيلو ونص. هحط عليه رشه ملح بس كده بسيطه، وهحط عليه معلقتين سكر. هضيف لهم معلقه ممسوحه من البيكنج باودر بالشكل ده كده. البيكنج باودر بقى هيخلي الفطير مش مكتوم معاكي ومورق وزي الفل. جربي بس الطريقه دي وان شاء الله هتنجح معاكي وهتطلعي منها فطير حلو قوي. هضيف لهم بقى معلقتين لبن رايب او معلقتين لبن حليب او معلقه زبادي، اي حاجه من الثلاثه الموجود عندك اعملي بيه. ايه فايدتهم بقى؟ بيخلوا الفطير طالع معاكي اصفر كده وزي الكهرمان ولونه جميل. نضيف له حوالي معلقتين بالشكل ده كده اهو. ده لبن رايب. هضيف كمان معلقه، وهضيف بقى ميه، بس الميه اللي انا بعجن بيها ميه دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه بقى على حسب ايه الدقيق بتاعك، لان في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. انا بفضل ايه اضيف الميه شويه بشويه كده لحد ما اظبط العجينه. هي عجينته بتبقى ايه مش ناشفه قوي ولا طريه قوي، يا دوبك بتلزق حاجه بسيطه بس. بفضل اضيف بقى الميه بتاعتي شويه بشويه بالشكل ده كده واعجن. اهم شيء بس ايه اعجن العجين بتاعك كويس، يعني اهم شيء تاخد حقها في العجين. عجنتها حوالي 10 دقايق لحد العجين خلع من ايدي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو، وخلع كمان من الطبق زي ما انتوا شايفين اهو. هي دوبك بس ايه طريه، حاجه بسيطه طريه وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدي اهي قوي كده. العجينه بتاعتي تبقى مظبوطه. كمان لو حابين تعرفوا مقدار الميه، هو انا يعني ايه بحط الميه كده على حسب الدقيق زي ما قلت لكم. بس هي خدت حوالي ايه بتاع 3 مجات يعني ونص من الميه للكيلو ونص دقيق. واهم شيء في الفطير حاجتين. اول حاجه العجين، انك تعجني العجين وتديله حقه في العجين. الحاجه التانية انك تريحي العجين، يعني بعد ما تعجني كده وبعد ما بقطعه لازم بريحه، وبعد برضه بفرده ولازم اريحه شويه. كل ما بتريحيه بيفرد معاكي بسرعه، بياخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت كمان بيديكي طعم احلى، يعني برضه بيفرق في طعمه. واهم شيء لازم تعجنيه كويس حوالي 10 دقايق ما يقلش عن كده، عشان خاطر العجينه تبقى ناعمه معاكي زي ما بقولك كده وتبقى حلوه. سبت العجين بقى ارتاح حوالي 10 دقايق، هقطعه بقى على الصينيه. الكيلو ونص دقيق خد معايا حوالي 3 مجات ونص من الميه. اهم شيء ما تنزليش بالميه بتاعتك مره واحده، انزلي بيها شويه بشويه عشان خاطر ايه تعرفي تظبطي العجينه بتاعتك. ولو في الاخر حسيت ان هي بتلزق شويه كده منك بزياده، ما تقلقيش، تقدري تضيفي لها معلقتين زيت، هتلمي بهم العجينه وهتسلكيها من الطبق وتسلكيها من ايدك وهتبقى زي الفل. واهم شيء في الفطير حاجتين. اول حاجه العجين، انك تعجني العجين وتديله حقه في العجين. الحاجه التانية انك تريحي العجين، يعني بعد ما تعجني كده وبعد ما بقطعه لازم بريحه، وبعد برضه بفرده ولازم اريحه شويه. كل ما بتريحيه بيفرد معاكي بسرعه، بياخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت كمان بيديكي طعم احلى، يعني برضه بيفرق في طعمه. بعد ما سبت العجينه ارتاحت بقى جبت الصينيه دهنتها زيت وبقطع وارص عليها. حجمها بيبقى الكوره بتبقى صغيره مش كبيره، حجمها بتبقى اكبر من الليمونه كده بشويه. الحجم ده بيبقى مقاسه مظبوط وحلو للفطيره. قطعت العجين كله بقى ودهنت وشه زيت، وهغطيه واسيبه يرتاح شويه عشان لما اجي افرده يتفرد معايا بسهوله ما ياخدش معايا وقت. العجين ارتاح بقى هبدا افرد. بحط شويه سمنه بالشكل ده كده، هو فرده سهل جدا مش صعب.
طالما العجينه مرتاحه معاكي واخده راحتها هتتفرد معاكي بكل سهوله، مش هتغلبه خالص في الفرد اهي زي ما انت شايفه كده اهو. بايديا كده وبسحب من بره لجوه اهو بالشكل ده كده اهو، بتلاقي فردت معاكي بسرعه اهي. بالشكل ده كده شايفه اهي. بعد ما بفردها كده برش عليها رشه سمنه بالشكل ده كده بايديا، انا بحب اعمل بالسمنه سايبه اهو بالشكل ده كده. بفرد واحده واحطها في قلب التانيه اهي بالشكل ده كده اهو، وبلم كل ما الم برضه اهي ادهن دهنه سمنه عشان السمنه دي هي اللي هتورق لي الفطير بالشكل ده كده اهو. بعمل بقى الفطيره بقى 4 رقات 5 رقات، لو عايزاها فطيره حلوه كده وكبيره ممكن تعمليها 5 رقات تبقى حلوه بالشكل ده كده اهو. اعمل واحده كمان واحط سمنه كده اهو وافرد كده بالشكل ده كده. باخد من جوه لبره اهو بالشكل ده كده. الفطيره ما بتاخدش دقيقه في فردها، طالما زي ما قلت لك ايه اهم شيء ان هي ترتاح وتاخد راحتها. اتفرجت معايا اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله الفطيره عامله ازاي اهي. بجيب الكوره اهي واحط دي في قلب دي كده، رشه سمنه برضو كده اهي وبلم كده اهو، رشه سمنه وبلم بالشكل ده كده اهو. افرد التانية بسحب بايدي من جوه لبره بالشكل ده كده. هبدأ ألمها بقى رشة سمنة كده بسيطة وألم بقى بالشكل ده كده اهو. الناحية التانية على كده، كل ما ألم بحط ايه، بحط سمنة برش سمنة بالشكل ده كده. بعد ما خلصتهم بقى سبتهم ارتاحوا كمان ساعة، هبدأ بقى افردهم في الصواني زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. كل ما اسيب العجين يرتاح بيديني طعم احلى، بيفرق في طعمه، وكمان ايه بيتفرد معايا بسهولة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. هفرد بقى وابدأ اسوي. فردتهم بقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بدأت بأول فطيرة عملتها عشان خاطر تكون ارتاحت وخدت راحتها. بحط على وشها بقى شوية سمنة كده وبدخلها الفرن.
مسخنه بقى الفرن من قبلها، وقايده برضو الشوايه من فوق بس موطياها، مش معليه الشوايه، لازم تدخل على فرن سخن، لان لو الفرن برد معاكي هتنشف معاكي وهتطلع كانها عيش ناشف. بدخلها واقفل عليها. اهم شيء لو بتسوي في فرن البوتاجاز العادي او فرن الخبيز، لازم البلاطه نارها تكون وسط والشعل تكون هاديه. شايفين الفطيره؟ بسم الله ما شاء الله. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتنجح معاكم. محدش يستغرب حبة اللبن اللي احنا حطيناهم له، بالعكس ده بيخلي لونه اصفر كده وجميل. شايفين الكبيرة برضه؟ بسم الله ما شاء الله. بلف الصينية كده بقى عشان يسوى، هيبقى سوا واحد. دي الفطيرة التانية اهي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هو على فكرة ما بيطولش في الفرن. شايفين اهراء؟ وادي الفطير بقى بعد ما سويناه، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده شوفوا التوريقة بتاعته. شايفين الفطير؟ جربي طريقتي دي وان شاء الله ينجح معاكي وهتعملي احلى فطير. شايفين الرقات بتاعته؟ الله اكبر، عامله ازاي؟ ولا الجلاش اهي.